القناة. باك تو ماي تشانل احمد اغلبي. طبعا النهارده فيديو جديد دعم لاسبوع كامل او ايام كتير قوي كانوا متلخبطين فيهم حاجات بسيطه، بس حبيت ابداها كده بدايه عشوائيه. الفيديو واستمتعوا فيه وقولوا لي عايزين تغيروا ايه، ازيد ايه في الروتين كده. كل انعكاس الشعر دي بس صليت الظهر، فاضل البس ونروح الدرس. طبعا النهارده عندي درس الساعه 4 كيمياء، فيلا بينا. طبعا لبست جهزت ما يمكن انقاذه في شعري، عارف ان هو شكله مش الطف حاجه، بس لحد ما نلاقي طاقه ونحلم. اروح اركب اسهل مواصلات واركب المواصله وامشي على الدرس. بس حقيقي البني ادم احيانا مش بيبقى عنده طاقه ان هو يعمل الحاجات دي كلها، بس بيبقى قدامنا خيار واحد ان احنا نعملها، عشان كده لازم نكمل. وربنا سبحانه وتعالى دايما معانا، فما نقلقش ولا ناس ولا مواقف ولا حاجات، ومن الأهم ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا نحاول علشان ربنا يساعدنا. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة، انتظروني فيديوهات أقوى. دي كانت فترة كده يعني مريعة وملخبطة وتوهان، بس القادم ان شاء الله افضل. وسي يو مع الفيديو. دلوقتي وصلت المواصلات، لسه فاضل نص ساعة عشان يتحرك، وبعد كده نص ساعة تانية عشان يتحرك، يعني عشان نوصل هناك. بس ده فلوجات كتير يعني مكنتش عاملها قبل كده، فقلت النهاردة اخدكم. النهاردة معنديش غير درس واحد بس وبس، قررت اخدكم معايا واعرفكم انا هعمل ايه، وهشوف ملخصات، والآلة الحاسبة بتاعتي مش لاقيها فهشوف برضو غيرها. طبعا الفترة دي صعبة لان معرفش اني انا مأجل السنة، طبعا ده قرار صعب جدا ومتعب نفسيا، بس احنا هنا بنخليه احسن عشان نحقق حلمنا ان شاء الله. يلا خليكم مع الفيديو. كمان ما تنسوش رتبوا دروسكم، رتبوا اولوياتكم، رتبوا مذاكرتكم، وابدأوا، لسه بدري ولسه دي البداية. عليا باقي المذاكرة وباقي الواجب وهشوف. طبعا دي ايام برضو بكون بنزل فيها وبنزل دروس وبيحصل فيها حاجات كتير، بس انا بنسى اصور فحطيتها ترفيه زيادة عشان تشوفوه بشكل عام. طبعا اللي ما يعرفش ان انا بعرف اعمل كل حاجة، بعمل اكل وبعمل برضو دي اطيب انا كنت اعملها، وفي خلال اليوم برضو برفه عن نفسي، لان ده لازم، لان طبعا عشان ما نزهقش، وده لازم في اي يوم حد طبيعي. مش لازم هنفضل على طول نتعب، لازم نحاول عشان نقدر نوازن بين الاتنين. طبعا نسيت ان انا بصور اصلا، ورحت جبت الآلة الحاسبة، بس الملخص الفيزي. وطبعا كنت بقول لكم هنا ان انا معرفتش اصور لكم بقيه الفيديو بشكل منتظم، لان الاسبوع ده حرفيا كان مليان دروبات كتير قوي، وما كنتش عارف اصور احسن كمان لان كان في ناس في الشارع، فانا طبعا كنت مكسوف اطلع الفيديو واصور اكتر بكتير كده. فبس وبوعدكم بحاجات اقوى كتير، لان انا حسنت من نفس الفتره اللي فاتت في الاسبوع الدروبات ده اتعلمت منه كتير، وفعلا ساعات. وهنا برضو كنت بصور لما كنت تعبان، هو حقيقي ده النهاردة اصلا، بس الحمد لله اتحسنت شوية. كنت تعبان جدا، ومشكلتي ان انا بتعب بشكل مفاجئ وما بيكونش متحضر لها، يعني مش عارف ازاي اتحضر لها، بس ما بيكونش يعني جاي على الابواب. وهنا كنت بشيل الكانولا لنفسي، وكنت بقول ان انا ساعدت نفسي وكده، لان ما كانش في حد يشيلها لي في البيت، ومحدش كان بيعرف، وانا بخاف جدا. يعني انتوا دي انا كنت بعملها من الليل لحد دلوقتي عشان بس ما توجعنيش، فهنا شلتها. سوري هغطي منظري لاني شكلي مش الطف حاجه خالص، لان انا بخاف جدا وبعمل رياكشنات غريبه. بس وحقيقي ساعات البلاء بتعلم اكتر من الساعات التانية. وهنا كنت خلاص شلتها وكنت بوريكم، وقلت لكم تاني برضه ان انا كده خلاص سند نفسي والله. شاركتكم بعض الحاجات النهارده، فرح والحزن والوقوع والطلوع، انتوا جزء من عيلتي، وهفضل دايما اشارككم كده، لان بصراحه احساس جميل. دايما خلي عندكم ثقه في ربنا، لان والله ربنا حقيقي رب المعجزات ورحيم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وفرحكم، واتمنى تكونوا جزء من تحقيق حلم ليا. بس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عايزين تدعموني وتقولوا لي اي افكار وتقولوا لي اطور من نفسي ازاي وفي المحتوى بتاعي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وشكرا على الدعم.